يا ابني بقول لك كولوسيز. عارفين يا جماعه في جزء كبير كده من اعلاميين الكره المصريه اصبح مزاج عندهم ان هم كل يوم يطلعوا يتنعلوا من جماهير الانديه، وللاسف يوم بعد التاني الاعلاميين دول بيصل عندهم مستوى كراهيه الجماهير ليهم لدرجه ان هم بيبتدوا يالفوا اخبار بشكل جنوني، وهو ده اللي عمله النهارده كابتن مقشه لما طلع وقال بصوا يا جماعه حصريا انا عندي خبر مهم جدا من النادي الاهلي، في ثوره داخل النادي الاهلي لان محمد الشناوي جول كيبر النادي الاهلي وكابتن الفريق غاضب جدا من اداره الفريق لانه طلب منهم زياده الراتب بتاعه وتعديل العقد، لكن اداره النادي الاهلي ردت عليه قالت مفيش منه واحنا عندنا ضائقه ماليه وكويس قوي كده عليه. يا جماعه اعلامي كاريزما وشخصيه وعنده مصادره داخل النادي الاهلي، بس بقول لك يا كابتن عايز اسالك على سؤال كده، هو مش غريبه ان عمرك ما جبت خبر كويس عن النادي الاهلي؟ مش غريبه ان مفيش خبر بتقوله عن النادي الاهلي اما لتصدير مشكله او افتعال مشكله تقلب بيها كيان النادي من جوه؟ انا بس مش هرد عليك وهجيب تصريح لواحد من زمايلك داخل النادي الاهلي في نفس الفتره اللي انت لعبت فيها، وهو كابتن ضياء السيد ربنا يمسيه بالخير، لما كان على الهوا مع كابتن احمد شوبير من كام اسبوع كده، واحمد شوبير حب يديله سؤال كده يمكن يطلع بيه ترند لما قال له مش غريبه ان انت لغايه دلوقتي وبعد العمر ده كله مش شغال داخل النادي الاهلي؟ لكن سبحان الله لانكم كلكم على شاكله واحده رد كابتن ضياء السيد واحرج كابتن احمد شوبير لما رد عليه وقال له ازعل ليه يا شوبير، انا لحم كتافي من خير النادي الاهلي، اول مره ركبت عربيه كان من فلوس النادي الاهلي، لما اتجوزت كان من فلوس النادي الاهلي، ربيت ولادي من فلوس النادي الاهلي، ولغايه يومنا هذا لما بروح حدث يتكتب جنب اسمي لاعب النادي الاهلي السابق. مش معنى اني ما بشتغلش داخل النادي الاهلي او ان العمل داخل النادي الاهلي لا يسع كل الاجيال معنى كده ان انا ازعل واطلع عشان على الفريق. عرفت الفرق يا كابتن كولوسيز ما بين ولاد الاصول وما بين اللي واكلين ناسهم؟ لغايه اما كابتن كولوسيز يمكن يفهم يا جماعه. يلا بينا عشان معانا كالعاده حلقه النهارده مليانه بالتفاصيل. اهلا بيكم في حلقه جديده. متابعينا في الكابتن دولة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج الكابتن دولة لمتابعة اهم اخبار النادي الاهلي والكرة المصرية. اولا بشكركم على دعمكم المعتاد الجبار، وبشكركم جدا وبشكر كل واحد من اخواتي تابع حلقة اجمل 5 اهداف الفكرة الجديدة اللي بنبتدي بيها سلسلة جديدة من عمر البرنامج، وبشكركم جدا على كل الدعم اللي عملتوه لي على السلسلة دي يا جماعة. اي سلسلة جديدة بقدمها من اجل متعة اخواتي، وان شاء الله السلاسل الجديدة القادمة على مدار الايام القادمة هتكون كتيرة جدا واستعدوا لها. فاضربوا عينيكم على عداد اللايكات، وصلوا الحلقه دي ل 4 5 6000 لايك. البرنامج بعد بفضل الله بيكبر بيكم وبدعمكم، عشان معانا النهارده عناوين هامه جدا. عوده الملك المصري للتالق مره ثانيه، الترند اللي موجود داخل النادي الاهلي دلوقتي برغبه احمد فتحي بالعوده للنادي الاهلي والاعتزال ما بين صفوفه، جديد صفقات الدوري المصري والمهاجم الكاميروني اللي بيقال انه بيقترب من نادي الزمالك، وايه حقيقه المهاجم السنغالي اللي بيقترب النادي الاهلي من التعاقد معاه تحت السن، وجديد مارسينيو باخبار النهارده حاسمه جدا جدا جدا. في البدايه وكالمعتاد استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. بتشوفونا لاول مره على اليوتيوب اشتركوا في القناه، بتابعونا على الفيسبوك اعملوا لايك وفولو للبيج، ونبدا قبل اي حاجه نقول بسم الله ونزيد النبي صلاه. وها قد عاد يا جماعه الفرعون المصري. الله يكرمك يا شيخ، عندنا ماتش بلجيكا اللي جاي وعايزين اي لاعب عدل كده عليه القيمه نسطر بيه نفسنا. اذا يشاء من يشاء ويأبى من يأبى، يعود محمد صلاح مره ثانيه لواجهه الاحداث في الدوري الانجليزي الممتاز للتألق للمباراه الرابعه على التوالي مع فريق ليفربول، وتسجيله في رابع مبارياته تواليا ما بين دوري ابطال اوروبا وما بين بطوله الدوري الانجليزي الممتاز. محمد صلاح النهارده بيعود للواجهه بهدفين يحسم فوز فريق ليفربول ضد فريق توتنهام في الجوله ال15 من عمر الدوري الانجليزي بنتيجه 2-1. وبصراحه يا جماعه تألق محمد صلاح بسطني جدا جدا، خاصه انه اتحط في زاويه كده من بدايه الموسم ان فريق ليفربول وقع بعد رحيل ساديو ماني عن فريق ليفربول قبل بدايه الموسم، لكن الامر على ارض الواقع طبعا هو اثر، لكن خطط يورجن كلوب الغريبه وخاصه مع ابعاد محمد صلاح عن مربع عمليات او مربع 18 للفرق الخصوم ده اثر كتير جدا على محمد صلاح. الفريق اللي بيمتلك نجم لابد ان هو يبني طريقه اللعب بتاعته على مقومات النجم السوبر ستار الموجود ما بين صفوفه، وهو ده اللي عمله النهارده يورجن كلوب لما لعب بخطه ليفربول النهارده 4-3-1 بوجود فيرمينيو كصانع العاب وقدامه 2 محمد صلاح كمهاجم بجوار داروين نونيز. ومحمد صلاح النهارده التغيير اللي حصل في الخطه ده خلاه انفجر حرفيا بوجوده دايما في مربع العمليات. زي ما بعرض عليكم كده
دلوقتي صلاح استفاد من قربه منه نصف الهدف الاول لما تلقى منه تمريره سحريه تعامل معاها برده فعل ممتازه جدا، لطشها فيرست تايم سجل الهدف الاول، والهدف الثاني برده استفاد من وجوده في مركز راس الحربه بعد ما استغل خطا من تمركز المدافع وتمريره خاطئه يخطف الكوره وينطلق كالسهم ناحيه لوريس حارس مرمى فريق توتنهام ويحط الهدف الثاني، الهدف اللي حسم المباراه بشكل كبير جدا عشان محمد صلاح يرفع رصيد اهدافه خلال الموسم الحالي ل6 اهداف و3 اسيستات، ويكون اجمالي مساهماته طوال الموسم 9 مساهمات حتى هذه اللحظه. مباراه جديده للتاريخ بالنسبه لمحمد صلاح، وان شاء الله حلقات الدوري الانجليزي قريب جدا يا جماعه، ها خلوا بالكم. لكن نسيبنا من الدوري الانجليزي بقى ونروح لاخبار العشق الاول النادي الاهلي، وعمي مارسيل كولر يؤمر وطلباته اوامر. يبقى على خير انهى النهارده الاحد النادي الاهلي تمريناته، طبعا كنتوا كلكم تابعتوا معايا على مدار الايام اللي فاتت وقلت ان المفروض النادي الاهلي هيكون فيه وديه بكره الاثنين على استاد مختار التتش ما بين الفريق الاول وما بين فريق الشباب الخاص بالنادي، لكن مارسيل كولر غير الخطه تماما بالنسبه لفتره الاعداد لعوده الدوري مره ثانيه. مارسيل كولر لغى المباراه والتمرينات بعد ما كانت هتقف يوم الثلاثاء واللعيبه هتطلع راحه طويله من 7 ل 8 ايام، قرر ان التمرينات هتستمر اليوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله، وبدايه من يوم الخميس اللي هو هيكون يوم 10 حتى 13 نوفمبر، يعني هم 3 ايام فقط من الخميس لغايه يوم الاحد هيكون رجع تمرينات النادي الاهلي مره ثانيه. ويبدو كده ان مارسيل كولر ما حبش يدي اجازه طويله بالنسبه للاعبين عشان ما يفقدش المستوى البدني اللي وصلوا ليه في الوقت الحالي ويبتدي يشتغل معاهم مره ثانيه في وقت قريب جدا. عموما هي اخبار كويسه جدا بالنسبه لي. باقي الاخبار الكويسه كانت مفرحه جدا بان إليو ديانج رجع النهارده شارك في جزء من التمرينات الجماعيه، وبالتالي باذن الله تعالى مع عوده الفريق مره ثانيه يكون رجع بكامل قوته للمشاركه في التمرينات الجماعيه. اخبار كويسه برده بالنسبه لعمار حمدي اللي باذن الله تعالى غالبا بعد فتره الاجازه دي هيرجع يبتدي يشارك في جزء من التمرينات عشان يكون هو كمان مشارك. ومارسيل كولر متلهف جدا لعوده اللاعب خاصه بعد ما عرف انه جوكر ومميز جدا في مراكز كتير، وطبعا كلنا عارفين ان مارسيل كولر مجنون توظيفات. لكن قبل ما نروح لترند النهارده بقى نتوقف مع اخر خبر سعيد من نجوم النادي الاهلي وهو علي معلول، اللي على مدار الساعات اللي فاتت اعلن منتخب تونس قائمته المبدئيه الخاصه بكاس العالم قطر 2022 وتم استدعاء علي معلول في خبر سعيد جدا. لكن كان في خبر تاني محزن بالنسبه للاعب اخر تونسي، وفي نفس الوقت هو سعيد بالنسبه لي انا على المستوى الشخصي كواحد من جمهور النادي الاهلي. تم استبعاد حمزه المسلوسي لاعب نادي الزمالك من قائمه منتخب تونس واستدعاء سيف الدين الجزيري فقط. من الاخر يا جماعه المسلوسي اصابه الونش جت على دماغه بعد ما جوزوالدو فيريرا وظفه في مركز قلب الدفاع على مدار المباريات اللي فاتت. مدرب منتخب تونس اصبح مش محتاجه في مركز قلب الدفاع واستبعده تماما. خبر طبعا محزن بالنسبه للاعب اللي ممكن تكون فرصته الاخيره في المشاركه في بطوله عالميه زي دي، حتى وان كان متفرج من على دكه البدلاء، لكن في نفس الوقت خلاص يا جماعه مفيش حجج مفيش منه. ان كان الاول بيقال ان النادي الاهلي عنده لاعب واحد فقط رايح كاس العالم والزمالك ممكن يكونوا 2 وممكن وقتها يعملوا مشكله عشان يوقفوا بطولات الدوري، اصبحت الامور متساويه تماما. يعني بالشكل ده النادي الاهلي منه لاعب واحد فقط ونادي الزمالك بالمثل، وبالتالي نادي الزمالك ما عندوش اي حجج لاي حاجه. وخدوا بقى يا جماعه المفاجاه الاخيره دي قبل ما نخش في الترند بتاع النهارده، ان شاء الله قريبا حلقه مفاجاه جدا عن بطوله كاس العالم، استنونا يا جماعه. تعالوا بقى نروح لخبر ترند النهارده وهو خبر خاص باحد لعيبه النادي الاهلي السابقين، وبصراحه مش عارف ليه البعض متفاجئ من الاخبار دي يا جماعه. النهارده ابتدت تتردد على الصحف المصريه والمواقع الرياضيه ان احمد فتحي لاعب نادي الاهلي السابق ولاعب نادي بيراميدز الحالي يرغب في العوده وبيقاتل من اجل العوده للنادي الاهلي مره ثانيه للاعتزال ما بين جدران القلعه الحمراء. الاخبار بتقول ان احمد فتحي حاول اكتر من مره على مدار الفتره اللي فاتت ولم ييأس حتى هذه اللحظه ونفسه يختم مسيرته داخل النادي الاهلي. اولا انا حابب اسمع انتوا رايكم في التعليقات، مع ام ضد عوده احمد فتحي؟ يعني وقفوا الحلقه دلوقتي 10 15 ثانيه واكتبوا لي التعليق اولا. لا يلا يا جماعه انا مستنيكم. طيب تعالوا اولا ندردش سريعا كده، هو انا ليه كنت متوقع ان الاخبار دي تحصل؟ من خلال متابعتي الاخبار احمد فتحي دايما على مدار السنوات اللي فاتت كده لما بتبتدي تظهر بعض الاخبار ببقى عارف خطوته المقبله. احمد فتحي على مدار الاسبوعين اللي فاتوا بدات الاخبار تقول ان اللاعب يأس من وجوده داخل نادي بيراميدز ووجود دور اساسي ليه مع الفريق تحت قياده تركيز جونياس، وبالتالي اللاعب خلال شهر 6 2023 لما عقده هينتهي اصبح ما عندوش اي امل ان نادي بيراميدز يفتحه في موضوع التجديد، رغم ان نادي بيراميدز كلنا عارفين ما شاء الله نادي الاعمار المعمره في الدوري المصري. شريف اكرامي 38 عام، عبد الله السعيد داخل في 39 عام دلوقتي، فالمشكله عندهم مش مشكله سن ابدا. وبالتالي يا جماعه احمد فتحي بيبحث عن السبوبه المقبله ليه في مسيرته، حتى وان جه قضى يوم واحد داخل النادي الاهلي، لكن السبوبه فيما بعد الاعتزال وانه بينتمي للنادي الاهلي دي اكبر طبعا. بصوا يا جماعه انا مش هختلف مع اي حد ان احمد فتحي لاعب رجوله ولاعب كفاءه ولاعب ادى للنادي الاهلي كتير جدا، وكان مشارك في جزء مهم جدا من تاريخ النادي الاهلي بتحقيق مجموعه
مجموعه من البطولات، لكن في نفس الوقت انا على المستوى الشخصي بعتبر ان كل لاعب مر على النادي الاهلي استفاد من النادي الاهلي اكتر من النادي الاهلي استفاد منه. احمد فتحي لما راح لقطر يا جماعه ورجع يعتبر مسيرته منتهيه، النادي الاهلي احياها مره ثانيه. احمد فتحي كان كل تجديد عقد بيتعب النادي الاهلي بشروط ماليه جديده. احمد فتحي راح لنادي الزمالك تفاوض معاه مع عبد الله السعيد، وعلى الرغم من كده رجع وكمل مع النادي الاهلي مره ثانيه، وبعد كل ده ما اتعلمش، وبعد ما كان دوره اساسي مع الفريق قبل ما يروح لبيراميدز، ورغم ان النادي الاهلي قدم له عروض قويه جدا، في الاخر ساب النادي الاهلي وراح لبيراميدز عشان السبوب. عشان كده هرجع واقولها واعيدها مره ثانيه، ومستني برضو رايكم في التعليقات. انا ضد عوده احمد فتحي تماما، بخلاف ان النادي الاهلي عمره ما وقف على اي لاعب، لكن ان حصل استثناء ولو لمره وحيده ده هيفتح الباب لكل اجيال النادي الاهلي القادمه. ايه المشكله؟ مماطل النادي الاهلي وارحل عن النادي الاهلي مره واثنين وثلاثه عشان احصل على اكبر مكتسبات ماديه، وفي الاخر هرجع كلمتين حلوين وشويه محلسه وهرجع عادي يعني. لا يا جماعه انا اسف، كان عصام الحضري والتوأم كانوا اولى منه. تعالوا بقى يا جماعه نروح للجزء الاخير من حلقه النهارده الخاص بصفقات الدوري المصري، ونركز بقى يا جماعه شايكو قهوتكم نسكافيكم عشان معانا تفاصيل مهمه جدا. لان اول لما هتكلم عن صفقات نادي الزمالك الكل هيقول لي اول حاجه يا عم صفقات الزمالك مين؟ نادي الزمالك اعلن افلاسه، ومرتضى منصور يبدو كده انه راحل عن نادي الزمالك. اقول لك واحده واحده كده افهم معايا الصوره كامله عشان ما حدش يشتغلك بعناوين ملهاش اي 30 لازمه. ان كنت مصدق يا عزيزي ان نادي الزمالك مش هيعمل صفقات خلال موسم الانتقالات القادم عشان بيعلن افلاسه والنادي ما فيهوش فلوس، حابب اقول لك اسال نفسك سؤال، هو ازاي نادي الزمالك لما كانت حساباته محجوز عليها قدر ان هو يتمم صفقات قبل ما سوق الانتقالات يتقفل، زي الزناري، زي السيسي، زي مصطفى شلبي، وقت ما كان نادي الزمالك لا يحتكم على جنيه في الخزنه بتاعته عشان يعمل الصفقات دي كلها. وان كنت بتقول او البعض بيقول او كبار المحللين بيقولوا ان مرتضى منصور هيتم الاطاحه بيه خلال الفتره القادمه من نادي الزمالك، فحابب اقول لكم يا جماعه على حاجه، الخلاصه يعني وجود مرتضى منصور او من عدمه مش هيخلي حد يسيب نادي الزمالك يقع. والدليل على كلامي ده يا جماعه ان وزير الشباب والرياضه طلع واعترف قبل كده على الهواء مباشره ان في فتره وجود اللجان المؤقته داخل نادي الزمالك بعيدا عن مرتضى منصور تماما تم دعم نادي الزمالك ب 100 مليون جنيه. كل الاخبار اللي بتاكد ان مرتضى منصور هيتم الاطاحه بيه حاليا من داخل نادي الزمالك بقول لكم على ارض الواقع، حتى وان ده حصل فده هيكون لفتره مؤقته. من الاخر يا جماعه مرتضى منصور على رئاسه نادي الزمالك عامل منفر لعقود الرعايه اللي لما هتدخل لنادي الزمالك هيكون منها نسبه ضخمه جدا هتروح لصالح شركه هتكون هي المسوق الاول لنادي الزمالك زي ما حصل مع النادي الاهلي، وبالتالي الاموال الضخمه اللي هتيجي من عقود الرعايه دي محدش هيفرط فيها بالساهل يا جماعه. خلاص مشكلتكم في مرتضى منصور يا رعاة، هنطير مرتضى منصور شويه لغايه اما الرعاة يمضوا عقود الرعايه بتاعت نادي الزمالك والاموال تتوزع زي ما اتوزعت بالنسبه للنادي الاهلي، وبعدها يرجع مرتضى منصور عادي خالص تمام. افلاس بقى نادي الزمالك، نهايه مرتضى منصور، حبس مرتضى منصور. ادي العناوين اللي انتوا قريتوها على مدار الايام اللي فاتت، وادي الحقيقه اللي بقول لكم انها هتحصل خلال الفتره القادمه. تعالوا بقى نكمل كلام في الصفقات. اول اخبار صفقات نادي الزمالك اللي ابتدت تتردد على مدار الساعات اللي فاتت، هو نجم موجود في الدوري المصري بقاله حاليا 5 سنوات مع ناديه في الدوري المصري، نجم اجنبي كولومبي صاحب 30 عام، وهو لويس ادواردو هينستروزا جناح نادي المقاولون، واحد من اسرع اللعيبه اللي موجوده داخل الدوري المصري. كانت طلعت اخبار كده على مدار الساعات اللي فاتت ان اللاعب وقع لنادي الزمالك، ومن الاخر يا جماعه سبب الاشاعه ان اللاعب نشر صوره ليه بتيشيرت نادي الزمالك وكتب عليها تيك تاك، وبالتالي بدا جماهير نادي الزمالك تتكلم عن ان ده اللاعب الاجنبي الجديد في صفوف النادي الاهلي، لكن اللاعب طلع اعترف بعد كده لاحقا ان التيشيرت ده كان مهداه ليه من شيكابالا، وبالتالي هو كان بيتصور بيه صوره عاديه ولا صحه تماما لانتقاله لنادي الزمالك. ان كان ده خبر وحتى لاعب لو انتقل لنادي الزمالك ما اعتقدش ان هو يقدم لهم يعني الاضافه الكافيه، لكن نيجي بقى نتكلم عن المهاجم الكاميروني اللي بتعود ليه اخبار صفقات النادي الاهلي من جديد. الكلام هنا عند دريك جويل تاجو، المهاجم الكاميروني صاحب ال 29 عام، مهاجم نادي مورا تيمو البرتغالي اللي لعب في مجموعه من انديه الدوري البرازيلي الممتازه جدا زي نادي كورتيبا، نادي بوتافوجو، نادي سانتوس، واستقر بيه الحال حاليا بقاله 2 أو 3 سنوات مع نادي مورا تيمو، وفي ظرف 132 مباراه مساهم معاهم ب 50 هدف ما بين 42 تسجيل. وايوه زي ما سمعتوا للي ما تابعش معانا الحلقات بتاعه سوق الانتقالات اللي فاتت، اللاعب مش جديد اخباره ان هو بيتردد على اخبار سوق انتقالات نادي الزمالك، لان اللاعب لو تفتكروا اتكلمت عنه في سوق الانتقالات اللي فات وقلت ان اللاعب عنده مشكله في القلب، وكان ضمن قائمه منتخب الكاميرون المشاركه في افريقيا مصر 2018، لكن خرج من معسكر منتخب الكاميرون قبل ساعات من انطلاق البطوله بسبب مشكله في صمامات القلب. وقلت وقتها في سوق الانتقالات اللي فات ان اللاعب عنده مشكله لا يشارك في اي مباراه بفتره تتجاوز ال 40 او 50 دقيقه بسبب مشكله القلب بتاعته دي. الله، طب يا دوله الاخبار
الاخبار اولا صح ولا غلط، وليه بعد كل المشاكل دي يرجع يتردد على مسامع اخبار صفقات نادي الزمالك مره ثانيه. اصبروا معايا هقول لك. اولا يا جماعه يبدو كده ان في اصرار من جيزوالدو فيريرا للتعاقد مع اللاعب، لان اللاعب بيلعب في الدوري البرتغالي، وبعيدا عن نقطه ان جيزوالدو فيريرا عارف الدوري البرتغالي ومتابع الفرق بتاعته، يبدو كده ان في هناك سبوبه ما، الى جانب ان كل الاخبار بتاكد ان في اشخاص داخل مجلس اداره نادي الزمالك بدون ذكر اسماء عندهم شركه تعاقد مع لاعبين او شركه تسويق لاعبين في البرتغال وبتسوق للعيبه بتاعتها، وبالتالي قدوم اللاعب لنادي الزمالك هيكون من وراه نسبه كبيره جدا. اللاعب في مشكله كبيره جدا بالنسبه له اتحلت، وهي مشكله موضوع تعب القلب ده، لان اللاعب لما تابعت المسيره بتاعته من بدايه الموسم لعب 13 مباراه مع فريق موراتيمو، شارك في 12 مباراه بالتمام والكمال بنسبه 90 دقيقه في كل المباريات، لكنه في الاخر يا جماعه سجل هدفين بس. فإن كان ده الموقف كامله ليه اللاعب يتردد اسمه على سوق صفقات النادي الزمالك مره ثانيه، لكن نقطه بقى صحه الاخبار من عدمها، حابب اقول لكم ان الاخبار صحيحه جدا، لان زي ما بعرض عليكم دلوقتي كده كان من اسبوعين او من 3 اسابيع بدات صحيفه اسمها اكتو كاميرون بدات تتكلم على ان اللاعب دخل اهتمامات نادي الزمالك مره ثانيه للتعاقد معاه في سوق الانتقالات الشتويه، لكن تم ارجاء موضوع التعاقد ده لغايه ترتيب اوراق الاجانب في الفريق على ان نادي الزمالك يرجع للاعب مره ثانيه خلال يناير المقبل. جويل عموما لاعب كمهاجم لاعب ممتاز ولاعب محترم، لكن ارقامه بتتضاءل جدا من سنه للي بعدها، وعموما هنتابع معاكم الاخبار خلال الفتره القادمه ونشوف. تعالوا بقى نروح لاخبار صفقات النادي الاهلي والراحلين، وخلونا نبدا مع الراحلين اولا عشان نوضح بس بعض الاخبار اللي بتترمي كده عشان الصيد في الميه العكره زي ما بيتقال. سمعتوا اخبار كتيره جدا على مدار الساعات اللي فاتت ان في انقلاب على محمد محمود ومعاهم كمان زياد طارق، ان هم راحلين عن النادي الاهلي بسبب غضب كبير جدا لان مارسيل كولر رافض تماما موضوع مشاركتهم او ان هو يديهم فرصه. وطبعا سمعتوا اخبار تانية زي ان مصلح رئيس الاتحاد السكندري بيتفاوض مع الاثنين عشان يتعاقد معاهم حتى ولو على سبيل الاعاره خلال سوق انتقالات يناير. وكمان سمعتوا النهارده ان مصطفى سعد ميسي صفقه النادي الاهلي اللي ما لعبش ولا دقيقه مع النادي لغايه دلوقتي، هو كمان الاخبار بتقول انه غاضب وخاطب مسؤولين سيراميكا كليوباترا عشان يقدموا عقد اعاره للنادي الاهلي ويرجع مره ثانيه لنادي سيراميكا. طبعا الاخبار دي يا جماعه غير صحيحه تماما، ليه؟ لانها اولا جت من كابتن مقشه، وانتوا عارفين طبعا اخبار كابتن مقشه كلها، والنقطه الثانيه ان الاخبار غير منطقيه. كلنا شفنا مارسيل كولر على مدار المباريات اللي فاتت حتى وان كان في بعض اللعيبه مش مقتنع بيها في مراكزهم بيقدر يوظف اللعيبه في مراكز ثانيه وبينجحوا معاه ما شاء الله. عشان كده الاخبار الاكيده بخصوص النقطه دي يا جماعه مارسيل كولر مدي الضوء الاخضر لكل اللعيبه اللي ما شاركتش ان هم هيشاركوا في بطوله كاس الرابطه اللي باذن الله تعالى الدور التمهيدي هيكون يوم 19 نوفمبر، ودور ال16 هيتلعب ما بين يوم 25 ليوم 27 نوفمبر، وكل اللعيبه بلا استثناء هتاخد فرصه كامله تعبر عن نفسها وبعدها هياتي الحكم. انما الحكم من باب للطاق وانه مدرب بيكره ومدرب بيحب، الكلام ده يا جماعه مش موجود. لكن تعالوا بقى للجزء الاخير من الجزء الاخير بتاع الصفقات عشان الاخبار الثقيله بقى والمؤكده بنسبه 100% يا جماعه. سوق انتقالات النادي الاهلي المقبل في يناير مارسيل كولر متارجت حاليا 2 لعيبه اجانب. اول لاعب هو مارسينيو اللي ما عندوش اي مانع لو كل ميزانيه النادي الاهلي في سوق الانتقالات القادمه تتوجه له عشان يتعاقد معاه، الراجل هيكون راضي ومستمتع تماما بان سوق الانتقالات انتهى بلاعب واحد. الطلب الثاني هو ان لم يوفق النادي الاهلي في التعاقد مع مارسينيو هيكون لاعب راس حرب اجنبي افريقي تحت السن. عشان كده تعالوا اولا نتكلم عن اخبار مارسينيو اللي حصل فيه جديد وتطورات على مدار الساعات اللي فاتت بعد نهايه دراماتيكيه للدوري الياباني. كالعاده يا جماعه انتوا عارفين انا بعرض لكم الصوره كامله بدون تزويق زياده عشان نعمل مسلسل نتابعه على مدار الحلقات القادمه وبدون نقصان او بدون اي مبالغات. مارسينيو الكل كان متابع بشغف نهايه الدوري الياباني لان في اخبار كتيره كانت بتقول ان النادي الاهلي هيعيد فتح باب المفاوضات مع نادي كاواساكي مره ثانيه في حال خسارته للدوري، لانه وقتها ممكن مش هيكون حافز بالنسبه له ان هو يحافظ على لعيبه كتير برواتب عاليه. كانت المفاجاه اللي حصلت يوم السبت اللي فات امبارح على طول او على حسب يعني ما بتشوفوا وقت الحلقه، انتهى الدوري الياباني نهايه دراماتيكيه باتم معنى الكلمه. الجوله الاخيره كانت كلها بتتلعب في توقيت واحد، نادي كاواساكي فرونتال كان بيلاعب نادي طوكيو، ولغايه الدقيقه 74 من عمر المباراه مارسينيو سجل الهدف الثاني لكاواساكي وكانت المباراه 2-2 تعادل، وقدر فريق كاواساكي يتحصل على الهدف الثالث في الدقيقه 74 من هدف عكسي وتصبح النتيجه 3-2 وكاواساكي هو الاقرب للحصول على البطوله. لكن بعدها بدقيقتين على طول نادي يوكوهاما مارينوس متصدر الدوري الياباني بفارق نقطتين عن نادي كاواساكي بيسجل هدف، وكان الهدف الثالث في المباراه ضد نادي فيتسل كوبي، وينتهي المباراتين بفوز فريق يوكوهاما وتتويجه ببطوله الدوري. طبعا بعد نهايه الدوري الياباني الكل كان متوقع ان اسم مارسينيو يرجع يعود للمقدمه مره ثانيه بالنسبه لاخبار النادي الاهلي وترند في مصر، لكن العكس حصل يا جماعه. اسم مارسينيو طلع ترند في اليابان
لان اللاعب مرشح حاليا للحصول على جائزه لاعب الموسم في الدوري الياباني، خاصه انه مسجل 12 هدف بخلاف صناعته للاهداف وفارق هدفين فقط عن هداف الدوري. مش بس كده، ده خد جائزه لاعب الشهر في نوفمبر بعد ما سجل 3 اهداف وصنع 3 اهداف، وكمان مرشح لجائزه هدف العام بهدف جميل جدا كان سجله من 30 متر. كل الاخبار دي خلت مارسينيو طلع ترند في اليابان، والاخبار اللي ظهرت بعد كده كانت بتاكد ان من الصعب جدا ان فريقه يتخلى عنه، لان موقع كواساكي فرونتال الرسمي اكد ان مدرب الفريق اللي هو مستمر معاهم حاليا للموسم السابع على التوالي رغم الانتقادات الشديده اللي تعرض ليها على مدار الموسم وحاليا بخسارته كمان لبطوله الدوري، لكن نادي كواساكي فرونتال اعلن تجديد الثقه فيه لمده موسمين جداد، وده بعد شروط من المدرب بالحفاظ على ال6 اجانب الموجودين داخل الفريق بالكامل دون الاستغناء عن لاعب واحد فقط. الحقيقه يا جماعه ان الكلام عن موهبه مارسينيو والاضافه الكبيره اللي كان ممكن يقدمها للنادي الاهلي ممكن لو اتكلمنا عنها مش هنبطل كلام عنها من هنا للصبح، لكن الاخبار صعبه جدا وبتؤكد ان اللاعب خروجه من النادي الياباني قد يكون بمبلغ ضخم جدا لن يكون النادي الاهلي قادر على دفعه. عشان كده تعالوا بقى نتوقف عند الخبر الاخير، ويمكن تكون الخطه البديله لدعم خط هجوم النادي الاهلي بمهاجم افريقي مميز، وهو ده الاسم اللي ظهر النهارده بالاخبار اللي ظهرت عن مهاجم المستقبل التونسي مواليد ديسمبر عام 2002، يعني يبلغ من العمر حاليا 20 عام، مهاجم منتخب السنغال للشباب واللي بيلقبوه في الوقت الحالي ساديو ماني الجديد، اللاعب برنارد باباكار فاي. اللاعب السنغالي هو لاعب شاب زي ما وضحت لكم عمره كده، وانتقل للدوري التونسي مع بدايه الموسم الجديد، وشارك مع فريقه حتى الان من اصل 6 مباريات في 5 مباريات وسجل هدفين منهم هدف من ركله جزاء، واللاعب عليه هاله اعلاميه كبيره جدا في تونس وبيتوقع ليه ان هو هيكون هداف كبير، خاصه انه بيقال رغم ان انا ما شفتش ده في احصائياته انه احد هدافين منتخب الشباب السنغالي. الاخبار يا جماعه الاكيده بالنسبه لي ان اللاعب مش في قائمه نهائيه للتعاقد معاه، لكن اللاعب تم عرضه على النادي الاهلي من قبل وكلاء لاعبين، وبالتالي مارسيل كولر فاتح باب المجال ان هو يتفرج على اسماء كتير ويحكم ما بينها، وهو ده اللي بيحصل دلوقتي. اللاعب الى جانب بعض المرشحين الاخرين مارسيل كولر بيدرس الملف بتاعه، لكن حتى هذه اللحظه لا حد وقع ولا في اتفاق نهائي تم، وهو ده اللي هنتابع معاكم ان شاء الله لو في جديد خلال الحلقات القادمه. وبس دي كل النقط والاخبار والتحليلات اللي حبينا نقدمها في حلقه النهارده. في النهايه اتمنى من ربنا تكون الحلقه عجبكم، استاذنكم لا تنسوا الدعاء للوالد بالرحمه والمغفره رحمه الله عليه هو وكل امواتنا جميعا. مستني دعم اخواتي الجبار على الحلقه، واشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله. شكرا لكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.